السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وصحة وسعادة دايما. جايبه لكم بقى طريقة لفت سهلة جدا وبسيطة بأقل التكاليف. ممكن ان انت تعمل اكتر من جيركن او كمية اكبر بالشكل ده في خلال الايام ديك. هو في مال السوق الايام دي، وما شاء الله اللهم بارك. اللفتاية جميلة جدا من النوع اللي هو ما بياخدش وقت بالسوى وبنفس الوقت بيعمر معاكي، ونوع نضيف جدا الأيام ديك ورخيص. الحقيقة اعمليه قبل ما يخلص، وسعره على قد ايدك، وتعملي بكميات كبيرة بأقل التكاليف. طبعا زي ما انتم شايفين كده الكمية ديك ب50 جنيه بس. وبعدين هنا الورق زي ما انتم شايفينها كده اللهم بارك. طبعا مفيش ورق عنب، فده بديل الورق العنب، ان انت بتسلقيه وبتسلقي عليه ليمونه وبتلفيه محشي، بيبقى جميل جدا. وجربوه ان شاء الله تدعوا لي. زي ما انتم شايفين كده انا هنا بعد ما وضبت اللفت معاكم وبعدين غسلته، طبعا بجيب هنا الكميه اللي هي الكبيره بالحجم اللي زي ما انتم شايفينها كده، وببدأ ان انا اخرطها عشان عاوزة منها طريقة اسرع عشان يستوي على طول. هنا اللهم بارك عاوزة اقول لكم جميل جدا وطعمه تحفة قبل كمان ما يتخلل. يعني جميل جدا ومخدش مني وقت خالص. في خلال يومين او اليوم التالت كلنا منه وهوريهولكوا. عاوزة اقول لكم ان هو تحفة تحفة، يعني بمعنى ان هو انت تعملي حاجة من بيتك ويطلع جميل بالشكل ده وارخص الاسعار. والايام دي مال السوق الحقيقة خزنيه وبكميات اكبر، وهيديكي حاجة وطعم مميز جدا عن ما تشتري من بره. زي ما انتم شايفين كده طبعا ببدأ هنا ان انا بفضي عليه الملح وبسيبه لما يصفي المية اللي فيه لتاني يوم، ما بيجرالوش حاجة لحد ما هو بس يدبل. وبتضيفي عليه الشطة. طبعا ممكن لو عندك هريسة الفلفل الأحمر وانتي بتخلليه بتضيفي منه قد 5 معالق أو 6 معالق من الهريسة، برضو بيديله طعم. طبعا هنا تاني يوم طبعا ضفت له هنا المية بتبقى مغلية وبسيبها لما تبرد، وبضيف عليها المية والملح. زي ما انتم شايفين كده طبعا البنجر بيديله لون جميل جدا وبيحافظ عليه ان هو زي بيديله مدة اطول او صلاحية اطول، ان هو ما يتبلش معاكي او يتهري ويبوظ معاكي، ويتخلي يبقى معاكي كويس وبيديله طعم جميل جدا. طبعا ده مادة حافظة ليه. طبعا هنا زي ما انتم شايفين كده ده كان بعد يومين اللهم بارك بدأ اللي هو يدخل على مرحلة السوى والتخليل. لو انت بقى وصلت للقناة عن طريق الصدفة، ما تنسيش تدوس لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل كل جديد فضلا وليس أمرا. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.